السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أتم صحة وأحسن حال، ويجعل سعادة الدنيا والأرض ما بين إيديكم، اللهم آمين يا رب العالمين. لو انتم شايفين كده بقى، النهاردة هنعمل بقى الرقاق بتاع العيد. نحضر رقاق العيد كده. معايا 2 كيلو دقيق هو من عند العطار سايب بكل استخدامات. بتاع كل استخدامات ب17 جنيه تقريبا أو ب18، مش فاكرة، إنه في الحدود دي يعني. بنخله طبعا، لازم انخل حتى المغلف اللي بجيبه من فتح الله بردك، انا بحب انخل الدقيق. هنخله كده. سمي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. في الوقت طبعا اللي بحضر فيه الدقيق بكون بدفي لبن وبسيح سمنة. يعني انا بدفي لبن هنا وحط عليه معلقتين خل علشان عايزاه اروبه يعني. كان عندي حليب طازة مش رايب. والرقاق الافضل عشان يطلع طري وحلو معاكي لازم يكون اللبن بتاعه رايب. طب ما عندكيش رايب يبقى تحطي معلقتين خل، هيبقى ان شاء الله حلو معاكي وهيطلع بنفس الطراوه. تمام. ال2 كيلو دقيق بياخدوا حوالي كوبايه الا ربع سمنه. مش بياخد ماده دهنيه كتير، كل ما بتقللي الماده الدهنيه كل ما بيطلع طري معاكي. هتزودي الماده الدهنيه هيطلع ناشف معاكي، اول ما يشم الهوا كده يبقى ناشف ويتكسر كده. لكن انت عايزه تاكليه كده زي العيش طري كده وحلو، لازم تكون الماده الدهنيه بتاعتك قليله. هنا خلاص كنت عملت دقيق، هاخد منه يا دوبك حبه صغيره كده على جنب، اكمل على حبه كانوا عندي ابطط بيهم. نذكر الله بقى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله. رشه ملح ورشه سكر كده، ونقلب كل ده في بعضه كده، ندخله في بعضه. يعني الملح دايما بيبان في المعجنات بشكل غريب، فلما تحطي رشة ملح كتيرة أو قليلة لازم تقلبيها كويس في الدقيق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. دعوا من القلب كده لأهل غزة إن ربنا يلطف بيهم ويجمع شملهم على خير ويرحمهم من كل اللي هم فيه يا رب، ويتغمد شهدائهم كده بالرحمة والمغفرة بإذن الله. معايا كيلو لبن او تقريبا كيلو وربع، يعني ايه، هما كانوا كيلو ونص، شلت منهم كوبايه. نزلت بيهم كده. اللبن بتاعي جاموسي يعني كامل الدسم، لبن حلو حليب، يعني ايه كامل الدسم. ببدأ اقلبه كده في بعضه تقليبه كويسه. لحد دلوقتي انا مش بحط الماده الدهنيه في الرقاق غير في الاخر خالص. يعني الرقاق بياخد الماده الدهنيه بتاعته في الاخر خالص عشان تضمني انه يطلع مظبوط معاكي وطري وحلو. طيب لحد كده خلاص. لا طبعا هنكمل العجين. عايزه تكملي بلبن وماله، مش عايزه تكملي مكان نفس الحاجه اللي كان فيه اللبن تحطي عليها حبه ميه فتره كده زي دمع العين، وبكمل عجين لان انا كنت حاطه لبن طبعا كامل الدسم، فمفيهاش حاجه خالص اما اكمل حبه ميه. وبشوف العجين بتاعي واحده واحده كده، مش بنزل بالميه مره واحده، بحط واحده واحده لحد ما اشوف العجين معايا محتاج ولا لسه. انا كيمو كان بيفضيلي حبه بحبه كده علشان ايه اقدر احدد عجيني محتاج ميه قد ايه. خليك يا كراميل. خلاص طبعا كنت اخدت العجينه بتاعتي نزلت بيها في الارض وعجنتها لحد ما دخلتها في بعضها زي ما انتم شايفين كده. هشدها قدامكم عشان بتتمط ازاي. خلاص يعني خدمتها خدمه كويسه يعني. هنا بقى هنبدا نظبطها بقى ايه، نحط الماده الدهنيه بتاعتنا. هل مقدوحه؟ لا مش قادحه، يا دوبك فكها. شايفين حتى بقيه السمنه ايه سايحه. طبعا اول ما بتنزل السمنه كده، اللي يشوف الفيديو من بعيد كده هو مش فاهم انت بتعملي ايه، يتخيل ان انت حاطه ماده دهنيه ايه، يعني فايقه لحد، يعني حاجه زايده قوي عن المعقول. لكن ابدا، هي هتدخل اول ما هتبداي تعجني كده العجين وتدخليه في بعضه هتشربه، هتبقى زي الفل وتمام. بالعكس الايدام بتاعك هنا قليل جدا، علشان قلت لكم عشان الرقاق يطلع طري. تمام. بس هي خطوه انك تحطي الماده الدهنيه في الاخر بتظبط معاكي شويه. لايك بقى وشيري القناة كده وكومنت حلو شجعني. لو انت اول ما تخشي عندي القناة اضغطي على جرس الكل عشان يوصلك مني كل جديد. مفيش احسن بقى من الرقاق الطري الفلاحي دوت، ان ايه تاكلوا بيه في ايام العيد. بنبقى لسه طالعين من رمضان،
مش عايزين ننزل بتقلنا كده في الاكل، فبتعملي بقى يا اما باكونتين طريين كده، او حبه رقاق، حبه عيش، انت بقى امكانيات الفرن عندك يعني. انا طبعا بعمل معاكم على البوتاجاز من فوق على صاجه او جريل، ف بيبقى يعني ايه، بختار الاسهل بالنسبه لي. بريح العجينه شويه قبل ما ابدا اقطعها، مفيش يعني، على بال بروح اعمل اي حاجه تانية وبرجع لها بعد شويه على طول اقطعها. هنا كانت ارتاحت خلاص، هنبدا نقطعها. الصينيه بتاعتي بقى ايه، هنا طول رمضان الحمد لله طول رمضان بنعمل، ما جبناش عيش خالص من الفرن، كل يوم تقريبا بنعمل رقاق او يوم ويوم يعني. بدي رشة دقيق كده عادية، عشان انا طبعا المادة الدهنية بتاعتي قليلة فما يلزقش مني، على بال ما بطط العجينة بتاعتي يعني. يعني باخد منها واحدة واحدة، كل طبعا ما بتريحها ممكن تكون لا تلزق منك لان هي مش واخدة قدام زيادة. عارفة بقى لو قرص، لو قرص مش بحط لها دقيق تحتيها. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. بتقطعي بقى التقطيعة انتي ورغبتك، وبرضك على حسب الحاجة اللي انتي، قلت لكم قبل كده كذا مرة، اللي انتي هتعملي هتخبزي عليها. يعني مثلا انا عارفة الجريلا او اكبر صينية عندي، علشان بقطعها عارفة انا هفردها قد ايه الرقاية. كل طبعا ما بتبقى عندك الصينية بتاعتك اكبر بتكبري انتي، لو في الفرن بتكبري براحتك بقى طبعا. هنا كنت قطعته خلاص ما شاء الله، الاتنين كيلو بيقطعوا كمية حلوة معاكي، طلع عدد محترم يعني. لكم قبل كده ان احنا بنحتفظ بيه بعد ما بنخلصه، لو انت عامله مثلا زياده عن يوم او كده او يومين، تقسميه على حسب مثلا بتحتاجي في اليوم 10 او 5 او 15، بتكيسيهم كده متطبقين، وبتطلعي الكيس على قد الاكل، يا دوبك بتطلعيه قبل الاكل كده ايه، يا اما تشمميه النار كده بيبقى اكنه لسه طالع من الفرن، او بتطلعيه من الكيس تفرديه كده لوحده بيبقى برضك اكنك لسه خبزاه طازه خالص. بعد ما غطيته، بعد ما كنت قطعته وريحته برضك شويه، ببدأ بقى هنا نفرد بقى ايه. بساعد نفسي بقى ان افرد كام واحده، طبعا مش بيبان في الكلام، بفرد كام واحده واركنهم على جنب، بيبقى معايا مثلا صينيه كبيره او على الطبليه، بفرد مثلا حوالي 10 كده ايه الاول، وبعدين ببدا اولع على النار، عشان الجريلا بتاعتي ايه ما ولعش النار واطفي واولع واطفي. برضك لو قدامك فرن وانتي لوحدك بتعملي نفس الحكايه، يعني لما كنت بعمل في الفرن برضك كنت ببطط كام واحده كده على جنب الاول قبل ما ابدا اولع الفرن بتاعي، عشان الغاز ما يبقاش ولع على الفاضي. تمام. وطبعا مش بقف اتفرج عليهم بخبزهم وانا ساكته، لا انا بحط الرقاقه على النار واكون ببطط واحده غيرها، علشان العشرة ما يخلصوش مني واقعد اعملهم ايه، اعمل غيرهم تاني واريح واطفي النار. لا طبعا عشان تخلصي نفسك بتحطي كام واحده على جنب، وبعدين بتبداي ايه والنار شغاله معاكي، بس طبعا بتبقى محتاجه تركيز ان انت مركزه هنا وهنا، هو خبيزه مش بياخد اي حاجه على النار. في الفرن كمان يعني يعني على حسب بقى، يعني في ناس بتحبه تطلع لونه ابيض الرقاق، يعني المهم ان هو يبقى طري عندهم. انا بحب اديله تحميصه شويه كده، ما بيبقاش ناشف بس بيبقى فيه يعني لونه وردي كده، اللون دوت بيخلي طعمه حلو وشكله كده يفتح النفس. ده الحجم اللي انا بفرده على قد الجريلا بتاعتي اللي انا بخبز عليها. طبعا هنا ما شاء الله يعني دايما كل مره اقول لكم ببقى كأني شغاله في الفرن، بيبقى الكم طبعا واخد الدقيق كله عشان الرخامه وكده. كل ما بتريحي العجينة معاكي كل ما بتبقى ما شاء الله في الفرد بتجري معاكي كده، بتفرد نفسها. شايفين ما شاء الله يعني بتجري بجد يعني. هنا بقى كنت رحت ولعت بقى النار على اعلى عين عندك بقى، وتحطي الصينيه بتاعتك ظهر صينيه او الجريل بقى كده ايه لحد ما تسخن خالص، تحطيش على البارد، تخليها تسخن خالص وبعدين حطي يا دوبك. اول ما بتبدا تشفشف كده لونها يبقى زي لون الشفاف كده، بتروحي قلبها للناحيه التانية. طبعا انا بداير بايديا متعوده، انت لو حابه مثلا لو عندك اللي هي المعلقة الكبيرة كده أو المقصوصة أو كده عادي هتضيري بيها، مفيش أي مشكلة.
هتلاحظوا ان هي بتصغر على الجريل، بتبدأ تنفخ، يعني هي مش واخد اي خميرة، بس مطرح ما العجينة بتريح معاكي وبتتبطط كويس وبتاخد راحتها، فتبص تلاقيها بتقب كده وتنفخ زي رغيف العيش. من افضل المعجنات اللي بحسها خفيفة على المعدة وحلوة كده ومريحة، الرقاق البلدي او الفلاحي الطري. فيديو سهل وبسيط، مجرد بس ان احنا ايه، بنساعد مع بعض في حاجة العيد. ما نزلناش نواعم، احنا نزلنا بقى الحاجات اللي هي الأساسية، الغدا والفسيخ والرقاق. عشان النواعم بتاعتنا انا بعمل كميات قليلة جدا وبعملها في الاخر يعني. في ما شاء الله مش بتاخد حاجة خالص على النار. وبرضك لو فرن قدامك بقى بتدخليها، اول ما بتدخليها بتطلعيها تاني على طول، بتكون النار عالية معاكي، فبتدخل بتطلع بسرعة، يعني مش بتاخد نار هادية، لان كل ما هتهدي النار كل ما هتنشف جدا معاكي. شايفين بقى ده اللي بقولكوا عليه، اللون الوردي، وشايفين بتقب ازاي، بتنفخ كده لوحدها، ده بتبقى حلوة قوي. تيجي تقطعي تحسيها ان هي طرية مية كده. والله صوت المواتير والحاجات دي بقى الواحد من ساعتها مش عارفة اسجل الصوت بسبب الدوشة والمواتير، ويومين عيد بقى، كل سنة وانتم طيبين بقى. طلعت الصالة في ازعاج من الشارع، في صوت من الشارع، الاوض صوت من المنور. يلا كل سنة وانتم طيبين. شايفين كده هي لونها بيبدأ يتغير ازاي، تستني عليها يعني، لو حابة تستني زي ما انا بستنى كده خلي لونها وردي تمام، حابة تطلعيها كده بيضة كده تدوريها من جنب لجنب، ان هي دوبك بتكون استوت وبتبقى حلوة برضه وطرية. يا رب اكرمنا واصلح حالنا وحال أمة المسلمين، يا رب اصلح حال ولادنا ويهديهم. شايفين بقى ما شاء الله كده، اللهم صل على النبي، الرقاقة ما شاء الله بتقب وتنفخ كده. محتاجة واسعة، بس الرقاقة شوفوا أكبر من الجريلا، محتاجة حاجة. لو حد يعرف يعني حجم جريلا كبيرة بتبقى موجودة فين وكده، يقول لي والله وأنا أروح أشتريها. بس كتير، بس فاضل دقيقة أخلص الفيديو بس يا بابا. لا طب استني ثواني طيب عشان نخلص. ليه؟ شايفين بقى الشطارة، الرقاقة كبيرة ازاي، أكبر من الجريلا. الدنيا واسعة بس يا جماعة، وأنا أخد راحتي والله، يعني إمكانيات بس. انتي ممكن يتهيألك ان انا مبلدنها كده مثلا هتطلع ناشفة ولا حاجة، لكن في الاخر في الفيديو هوريها لك بتبقى طرية ازاي يعني. رغم ان انا بفردهم، يعني مش بحطهم فوق بعض كده، يعني بفردهم الاول لحد ما يتهووا كده، وبعد كده زي ما انتم شايفين ببدأ احطهم على بعض. شايفين بقى ملبن كده، ملبن طرية مية ما شاء الله. طلع كمية حلوة، والاتنين كيلو طالعين كمية ما شاء الله يعني. كانت طرية جدا، لآخر واحدة بتفضل طرية معاكي حتى لو سبتيها برا التلاجة. يا سندوتشات بقى تعمليها، ممكن كمان تعملي منها كريب على فكرة.
أتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسونيش لايك وشير وكومنت حلو بيشجعني، وميعادنا معاكم الفيديو الجاي بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.